السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. كان والدتي رحمة الله عليها كان في مثل دايما كانت تقوله لنا كده، إن آخرة الصبر الجبر. يعني آخرة الصبر الإنسان هيقبر، هيموت، يعني خلاص، يعني يفضل صبر صبر صبر، وفي الآخر مش هينال أي شيء طبعا في حياته، وفي الآخر هيموت. طبعا المثل ده طبعا يتعارض مع الشريعة الإسلامية طبعا، ومع التفاؤل وضد قناعاتنا الدينية. يعني هو المفروض طبعا كل ربنا سبحانه وتعالى قال له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طبعا. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. المهم اللي بينطبق على الشعب المصري ان بعد صبره ادينا 13 سنه صابرين، وخليكم معايا واصبروا سنتين واصبروا 6 شهور واصبروا سنه ونص، وبكره هتشوفوا مصر. وفعلا شفنا مصر في اسوأ حالاتها وفي اسوأ اوضاعها، والتاريخ سوف يسجل ان اصعب واحقر حقبه زمنيه مرت على مصر حكم السيسي. المفروض دلوقتي احنا مطلوب مننا ان احنا دلوقتي لبسنا في الحيطه، واحنا على ابواب الحروب، على ابواب الحرب اللي دايما ياما نددنا وقلنا خلي بالكم احنا ممكن احنا مخترقين من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب يا جماعه، خلي بالكم. الناس تطلع تكذبنا ويقولوا ما حصلش، وانتوا متشائمين، وانتوا والدنيا بخير والدنيا زي الفل والدنيا وردي ومالناش دعوه بفلسطين، تولع فلسطين وتولع معرفش ايه، وكل واحد يفكر في مصلحته واحنا ورا زعيمنا. والمفروض احنا دلوقتي مطالبين حاليا في التوقيت الحالي ان احنا ورا زعيمنا. طب ورا زعيمنا في ايه وبايه؟ ورا زعيمنا في ايه وبايه؟ هو انت لما قررت تدير الدولة بطريقة معينة ووقفت في وش كل الناس المتخصصة والناس اللي فاهمة اقتصاد وعرضتهم وقلت خليكم ماشيين ورايا، هل حد كان اتدخل في سياسات سيادتك او قرارات سيادتك او اداره سيادتك البلاد؟ لما انت دلوقتي بتجيب رجلنا احنا في مصايب سودة وفي حرب. طب ما احنا نبهنا من زمان وقلنا يا جماعه نقف جنب اخواتنا في فلسطين، لان مش المقصود فلسطين. احنا قلنا فلسطين دي مجرد عقد، في حبايه في عقد، لو اتفرط العقد اتفرط الحبايه دي هنفرط باقي العقد. واحنا طبعا شايفين دلوقتي استفزازات اسرائيل للمصريين. يعني الوقت الجيش في غايه اهو طبعا، على الحدود المصريه الاسرائيليه وعلى الحدود المصريه الليبيه اللي احنا شايفينه. وشفنا الاحداث الاخيره، وشفنا الناس اللي معظم الدول الاوروبيه اللي بدات تتضامن مع الفلسطينيين. وكان في امبارح كان في وفد من مجموعه من السفراء دول اوروبيه، ومنهم كمان معاهم مصر كمان، واحد دول عربيه برضو. وتم اطلاق نار عليهم في غزه من جانب الكيان الصهيوني. واي نعم طلعوا انكروا وقالوا ده مجرد صدفه وده عمل فردي، لا ده المفروض متاخد اذن تامين الوفد ده هو. حتى المصورين اللي صوروا قال لا احنا واخدين الاوكي من الاسرائيليين بان يامنوا هذا الوفد. ماشي طيب، ايه اللي كان رد فعل اسرائيل تاني يوم ان حصلت الحادثه بتاعت السفاره الاسرائيليه في واشنطن النهارده، اللي تم قتل احد العاملين فيها واحد الدبلوماسيين فيها، شاب وفتاه. وقال ان هم كانوا خلاص على ابواب ان هم يرتبطوا ببعض ويتخطبوا يعني وكده، عشان يحصل تعاطف من الجانب الاوروبي، يقول ده ارهاب. ومجرد يعني اللي بيحصل في فلسطين ده مجرد رد فعل من اسرائيل للاعمال الارهابيه اللي بتتعمل ليهم. يعني فاهمين ازاي؟ يعني عرفت اسرائيل ازاي تجذب الدول الاوروبيه اللي كانت متعاطفه مع الفلسطينيين ضد اسرائيل، وكان بدا ياخدوا قرارات اقتصاديه في حين الغفله العربيه طبعا والنوم العميق اللي كان نايمينه العرب. ويوم ما استيقظوا بعار اللي هو كان بيدفعوا لترامب عشان خاطر يكسر عنهم كمان، وكمان ان هو يدافع عنهم او ان هو يشيل ايد امريكا عنهم. ده اللي كان حاصل من الدول العربيه. والمفروض احنا الوقت طبعا السيسي شارك في القصه دي دلوقتي، ويوم ما بدا يتحرك بعد متواجدين سنه ما نهاتي نقول افتحوا الحدود افتحوا الحدود افتحوا الحدود افتحوا باب الجهاد. ما حدش عبرنا، ما بداوش يتحركوا غير لما حسوا بالخطر على نفسهم. يعني السيسي بدات اسرائيل مش كمان حس بخطر كمان، ان اسرائيل بدات تهدد علني. اسرائيل دلوقتي بتقول ان انا عشان اوقف اللي حاصل في غزه ما اعرفش لازم التهجير، ولازم ان انا استولى على غزه، احط ايدي على غزه، ولازم ان انا معرفش الغزاويين يروحوا ناحيه الحدود المصريه، بحيث طبعا في دماغهم ايه تهجير اجباري، بحيث انه يدخل الفلسطينيين يكسروا الحدود المصريه طبعا، ويدخلوا بقى ايه، ما حدش يقدر يقول لهم لا ساعتها بقى. ده المخطط الاسرائيلي. ماشي، ده المخطط الاسرائيلي. فطبعا حفظا لماء لوجه السيسي بدا ايه يقول، بدا يهدد ويندد ويقول خطوط حمراء مش خطوط حمراء. طب كان فين ده كله من زمان؟ دلوقتي حضرتك انت منتظر ان احنا دلوقتي، الله اكبر الله اعظم، منتظر ان احنا دلوقتي ندفع الثمن والفاتوره؟ احنا قلنا طالبنا بالجهاد وطالبنا بفتح الحدود الاسرائيليه الفلسطينيه، بس ده كان اوبشن وخلص.
الوقت الشعب المصري، انت وصلت الشعب المصري ان هو خلاص ما عندوش اي قابليه لجهاد ولا اي قابليه للحياه اصلا. الشباب بتفكر تنتحر وتموت، الناس بتموت بعضها في مصر. انت منتظر ان احنا ندفع الفاتوره مرتين، مره بالجوع والتجويع بتاعك للشعب المصري، والمره الثانيه ان احنا نروح احنا نكون حائط صد. احنا بلادنا الجيش المصري احنا نفديه بروحنا وبعنينا، والشعب وبلدنا طبعا في روحنا وفي عينينا. لا يمكن طبعا نقدر نقول عليها اي حاجه، لكن لو وصلت ليك انت حمايه وضعك انت او مكانتك انت في مصر، لا ما تلزمناش. شوف بقى اللي انت غرقت بهم مصر بقى وعاشوا بقى في الخيرات مصر السنين اللي فاتت دياتي كلها، هاتهم بقى هم ايه يقفوا بقى. انت بتقول الوقت لازم نقف نساند الشعب رئيسنا، طبعا لا ما فيش الكلام ده، خلاص انتهى. ده اتمنى طبعا ان كل الظنون دي تطلع اوهام، ما يكونش فعلا في موضوع خيانه وعمل الحاجات دي. طبعا مش هينفع نقولها دلوقتي، مش هتنفع تتجلد في التوقيت الحالي، لان الحاجات دي بتثبتها الايام بعد كده. يعني الخاين والعميل والجاسوس ما بيبانش اثناء خدمته، لما بتنتهي المهمه بتاعته ووفاته بقى او بانتصار الطرف بتاعه، بيبدا بقى يطلع الملفات اللي عنده الطرف الثاني ويقول ان فلان الفلاني كان عامل عندي. فانا ما اقدرش، ومع اني كنت مستبعد الموضوع ده، بس اللي حاصل في مصر فعلا والانهاك الاقتصادي والانهاك النفسي اللي حصل للشعب المصري ما يدلش غير ان هو فعلا موضوع متعمد. فاتمنى يا رب ان يكون موضوع ظن مش اكتر، ويكون مجرد فشل سياسي. واتمنى كل الخير لبلدنا ان شاء الله. ورغم ان الشعب المصري محتاج سنين طويله عشان يتعافى فيها، يعني حتى الناس اللي كانت بتطالب بمظاهرات والناس اللي كانت بتطالب باقاله السيسي سواء من خلال الجيش او سواء بتنحيه هو شخصيا حقنا للدماء المصريه، انا يعني اعتقد ان ده مش محله ومش وقته، مش عشان حبا فيه ولا حبا في البلد برضه ولا الكلام ده كله، لان ملهوش، ما عادش ليه لازمه. خلاص هي مهمه وانتهت، ادت على اكمل واداها على اكمل وجه وخلاص. يعني حتى شيل السيسي حاليا في التوقيت ده بالعكس هيفتح علينا ابواب جهنم، يفتح علينا ابواب جهنم. يعني بلد بحاكم خاين دلوقتي مؤقتا افضل من، يعني حاكم، سمعت المقوله دي ايام حسني مبارك، ناس كده كانت يعني اصحاب عقل رشيد، يعني كانوا بيقولوا للناس حاكم ظلوم ولا فوضى تدوم. فطبعا هنفتح على نفسنا باب الفوضى دلوقتي، يعني دلوقتي ما يبقاش حرب وفوضى داخليه كمان. ولكن الله يا مصر، لكن الله يا مصر، لكن الله يا مصر.